زائد فضايح تحكيميه غير طبيعيه. يعني الشوط الاولاني الحكم الانجليزي بيطرد اللاعب بتاع بالميراس اللي داخل على رجل احمد سيد زيزو وطرد مباشر، والحكم بتاع الفار بيخليه يرجع وبيخليه يلغي الطرد ويديله انذار. من لعيبه بالميراس الى لعيبه النادي الاهلي، نشكركم على حسن تعاونكم معنا. النادي الاهلي هو اللي بيخسر نفسه النهارده بنفسه، ضربه راسيه اكتر من رائعه من المهاجم الاهلي وسام ابو علي المهاجم الحريف، بس مش في مرمى بالميراس، لا ده في مرمى النادي الاهلي عشان يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. وقرار غبي جدا 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 في الضربه الحره ان انت تسدد وكل لاعبتك في خط النص بتاع بالميراس، وهجمه مرتده 2 على 2. اتفرج يا شحات على الهجمات المرتده دي، الهجمات المرتده واللاعب ما فيش حد من لعيبه النادي الاهلي ولا من خط نص ملعب بالميراس ولا بعد ما اللعيبه عدت خط نص ملعب بالميراس ولا اي حاجه خالص عنده تفكير ان هو يعمل فاول عشان يعطل الهجمه، لا. فالجونين النهارده والهدفين اللي النادي الاهلي اتغلب بيهم النهارده 2-0 من بالميراس اللي ما عملش حاجه في المباراه طول المباراه، هم الكورتين دول بالميراس ما عملش اي حاجه، وكره في الشوط الاولاني والنادي الاهلي بيخسر من بالميراس 2-0 عشان فرصه تتقلص وتضعف جدا 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 للتاهل لدور ال16. ما انت ما تقنعنيش ان المباراه الجايه قدام بورتو هتكسب بورتو، يعني بالمستوى اللي احنا شفناه وبالاداء اللي احنا شفناه، وخصوصا الانهيار النفسي والانهيار الذهني اللي حصل بعد الهدف الثاني، وتحديدا بعد خروجك بسبب او ايقاف المباراه بسبب العاصفه، ولما رجعت تاني انت ما عملتش كورتين على بعض عدلين. زائد فضايح تحكيميه غير طبيعيه. يعني الشوط الاولاني الحكم الانجليزي بيطرد اللاعب بتاع بالميراس اللي داخل على رجل احمد سيد زيزو وطرد مباشر، والحكم بتاع الفار بيخليه يرجع وبيخليه يلغي الطرد ويديله انذار. وفي ضربه جزاء لوسام ابو علي برضو الحكم ما بيحسبهاش. فالنهارده كل حاجه غلط، كل حاجه في المباراه غلط. النهارده كل حاجه بتقول ان النادي الاهلي ما يكسبش المباراه، سواء بقى توفيق، سواء ان انت تجيب هدف في نفسك، سواء قرارات خاطئه، سواء حتى تغييرات اللي متاخره جدا جدا جدا، تغييرات ريبيرو اللي يعني انا مش فاهم هو مستني ايه. يعني الشوط الثاني وانت دايما في الشوط الثاني بتنزل، انت مستواك ومعدلك البدني بيبقى في الارض، ليه ما تغيرش مع بدايه الشوط الثاني؟ ده احنا قلنا كنا بنقول مارسيل كولر عنده آفة وعيب ان هو في الدقيقه ما بيغيرش غير في الدقيقه 65. هنقول كلام كتير وهنتكلم عن حاجات كتير، بس يا نجم لو بتتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه انزل بسرعه دعمنا باشتراكك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش ترزع اللايك، احلى نجم في الدنيا. النهارده الراجل نازل بنفس التشكيله ما عدا تغييرتين. التغييره الاولانيه زيزو عشان اصابه امام عاشور، وده اللي احنا قلناه بعد المباراه على طول بتاعه انتر ميامي. والتغييره الثانيه برضو يحيى عطيه الله بدل كوكا، وانا شايف من وجهه نظري يحيى عطيه الله احسن بكتير من كوكا. الراجل بيتواجد في اماكن كويسه، اي نعم ملوش مسانده هجوميه فعاله، ولكن من الناحيه الدفاعيه بشكل كبير هو افضل من كوكا، وبيتواجد لعدد من اللعيبه كحلول ان هي تسند عليه. فالنهارده يحيى عطيه الله كان ادى الى حد ما الوقت اللي لعب فيه ادى مباراه معقوله. طيب بعد كده النادي الاهلي نازل متحفظ، والنادي الاهلي نازل مش عايز يندفع بدنيا زي ما حصل في مباراه انتر ميامي، وبالتالي كان المباراه مقسومه 3/4. الربع الاولاني انت الى حد ما كنت هات وخد، الربع الثاني سبت الكره شويه والاستحواذ شويه لفريق بالميراس، الربع الاخير انت مسكت واستحوذت ورحت باكتر من كوره خطيره واكتر من فرصه خطيره. وزي ما بقول لك كان في فضايح تحكيميه النهارده او فضيحتين على الاقل، كان في حاله طرد او حالتين طرد لفريق بالميراس وواحده منهم اتنفذت فعلا، ولكن بعد ما الحكم طرد اللاعب حكم الفار استدعاه وقال له لا ما تستدعاش ان هي طرد، مع انه داخل اللاعب البرازيلي داخل على رجل احمد سيد زيزو دخول مباشر. وكان في ضربه جزاء برضه في الشوط الاولاني ضد وسام ابو علي، يعني اللاعب البرازيلي داخل على وسام ابو علي وموقعه جوه منطقه الجزاء، ومع ذلك ولا الحكم حسبها ولا الفار استدعاه. ماشي ما علينا. الشوط الثاني بقى انت نازل اتخطفت بمعنى كلمه اتخطفت، يعني وسام ابو علي اللي المفروض يعني يجيب الهدف ده في مرمى بالميراس برأسيه رائعه، بصراحه مش غلطه الشناوي خالص، الشناوي مش هيعمل فيها حاجه وما يعرفش يعمل فيها حاجه، وهي برضو غلطه، هي غلطه، هو جاي يدافع فخبطت في دماغه يعني وعملها كده باكورد كده،
دخلت في مرمى النادي الاهلي. وبعد كده يعني النادي الاهلي حاول يهاجم وطلع بكل خطوطه، وفي كوره محسوبه فاول من بره ال 18 بكتير. يعني اعتقد اغبى قرار ممكن يتاخد ان انت وكل لاعيبتك في نص ملعب بالميراس ان انت تشوط الكوره عشان الكوره ترتد وما تعرفش تستخلصها مرة تانية، فترتد عليك هجمة مرتدة في نقلتين. بقى المهاجم بتاع بالميراس هو والجون، ومفيش حد عارف يوقف بفاول. يعني ولا يحيى عطية الله عارف يوقف، ولا محمد هاني الكرة الأخيرة، ولا ياسر إبراهيم، ولا أي حد عارفين يوقفوا حتى بفاول. حتى يا عم لو اتطردت فيها وقف بفاول. ولكن النادي الأهلي بيستقبل الهدف الثاني برضو بحسن تعاون جميل جدا 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 من لاعيبة النادي الأهلي. ودول الكورتين مع الكرة في الشوط الاولاني، اللاعب بتاع استيفانو تقريبا اللي هو اخطر لاعب فيهم، خد كرة من ناحية اليمين وقعد يعدي بالعرض كده وشاط كرة جنب المرمى. دول الثلاث كور اللي ظهر فيهم نادي بالميراس في المباراة كلها. غير كده الشوط الاولاني انت كنت افضل، الشوط الثاني انت انهارت تماما. طبعا لعيبه بالميراس بعد ما احرزت الهدف الثاني خلاص مش عايزه منك حاجه، قفلت، بدات تعتمد على الهجمات المرتده. وهم على فكره هم خطورتهم في الهجمات المرتده وفي السرعات. يا حسين يا شحات، شفت الهجمات المرتده بتتعمل ازاي؟ دي الهجمات المرتده اللي بتتعمل. طبعا الراجل حصل توقف للمباراه، وحصل ان في اعاصير ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعد ما رجع كان فاضل نص ساعه على المباراه. طبعا اللعيبه بعد ما رجعت ذهنيا مش موجوده تماما، اللعيبه منهاره تماما ذهنيا، الباصات غلط، مفيش قرارات صح، اللعيبه بتدخل على بعضها. طبعا لعيبه بالميراس واقفه في نص ملعبها مش محتاجه اي حاجه. ريبيرو النهارده بيعمل 4 تغييرات مره واحده وهو بيرجع بعد التوقف بتاع المباراه. بينزل طبعا جرادياشار مكان وسام ابو علي، وبينزل اشرف بن شرقي اللي بدا يظهر في نهايه المباراه. واشرف بن شرقي عمل كورتين او عمل 3 كرات كانوا رائعين جدا. وده يوري لك قد ايه الراجل لسه ما عرفش اللعيبه. ريبيرو ده تقريبا مش عارف امكانيات اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي في كورتين او 3 عمل فيهم خطوره. بينزل برده في الاخر حسين الشحات. حسين الشحات بقى يعني جاي كحاله عماه، بدل ما ياخد قرارات لا بقى يباصي كل كوره، حتى لو الكوره ما ينفعش تتباصى بقى يباصي. فكله بقى بيعمل وبيعجن، كله بيعجن مع نفسه كده، وكله بيلعب بدماغه. تحس مفيش خطه، تحس مفيش تكتيك، تحس مفيش اي حاجه. النادي الاهلي بينهار تماما 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 بعد الهدف الثاني. وفريق بالميراس مش عايز اكتر من كده عشان ياخد 3 نقاط يتصدر بيهم المجموعه، يبقى عنده 4 نقاط. المباراة الجاية لنادي بالميراس امام انتر ميامي. وعشان كده احنا قلنا وكنا زعلانين جدا 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 سواء من تريزيجيه او من حسين الشحات ان انت ضيعت فوز سهل 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 على فريق انتر ميامي، اضعف فرق المجموعة اللي كان ممكن تاخد بيهم 3 نقاط كانوا يخلوك موجود في الصورة. ولكن مباراة بورتو الامور بتبقى صعبة جدا 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 عليك، ايا كانت بقى نتيجة مباراة انتر ميامي وبورتو، سواء فوز بورتو سواء فوز انتر ميامي سواء تعادل الفريقين. في كل الاحوال النتيجة صعبة، والمباراة اللي جاية مباراة صعبة جدا 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 جدا. ومش هي بس اللي هتحدد مصيرك في التأهل، لا ده كمان النتائج الفرق التانية هي اللي هتحدد مصيرك في التأهل الى دور ال16. يعني لازم يحصل حاجة غير طبيعية في المباراة الأخيرة. لازم اللعيبة تنزل تاكل النجيلة، بمعنى كلمة تاكل النجيلة، يا إما هتبقى زي ما رحت زي ما جيت. وبرضو في نقطة مش عايزين نتسرع في الحكم عليها، المدير الفني لسه ما بينش كرامة. ريبيرو لسه ما بينش كرامة. هتقول لي ما نقدرش نحكم عليه في مباراتين والراجل جه متأخر وكل حاجة على عيني وعلى راسي، ولكن الراجل لسه ما بينش كرامة. عايزينه يبين كرامه في المباراه الاخيره بتاعت بورتو. انت جربت في ماتشين اهو، ماتش اتعادلت امام انتر ميامي وكان مستواك في الشوط الاولاني جامد، وماتش خسرت فيه امام بالميراس البرازيلي. ويمكن انت متعود على او النادي الاهلي متعود على الخساره من الفرق البرازيليه، عادي مفيش مشكله. ولكن المباراه الاخيره مباراه بورتو عايزين بقى اللعيبه والمدير الفني يبينوا كرامه، عايزين اللعيبه والمدير الفني الملايين اللي اتصرفت عليهم دي كلها يثبتوا ان هم يستحقوا الملايين دي كلها. لان جماهير النادي الاهلي مش هتتقبل اي حاجه غير ان هي على الاقل
تكسب المباراه الجايه، حتى لو ما تاهلتش تكسب المباراه الجايه قدام بورتو. قول لي ايه رايك في الكومنتات في الاداء السيء جدا 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 للنادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني والخساره امام بالميراس، وتوقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبورتو؟ ولو بتتفرج عليا نجم ولسه ما اشتركتش في القناه، انزل بسرعه دعمنا باشتراكك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش ترزع اللايك يا احلى نجم في الدنيا. سلام يا نجوم.